نجوى فؤاد أو عواطف محمد العجمي اتولدت يوم 6 يناير، يعني من مواليد برج الجدي. والدها مصري ووالدتها فلسطينية من نابلس. اتوفت والدتها قبل ما تتم بنتها سنة، وتزوج والدها من سيدة تانية. اعتبرت الطفلة زي بنتها، ولما حب والدها يجوزها الراجل أكبر منها هربت على مصر وحصلتها مرات أبوها. أول شغلانة اشتغلتها نجوى فؤاد كانت في مكتب عرابي وكيل الفنانين، ولما سمع صوتها بتغني أقنعها إنها ما ينفعش تبقى مطربة، لكن ممكن تنجح جدا كراقصة. بالفعل بدأت مشوار الرقص في صحارى سيتي، وبعدين في برج الأهرام اللي كان من أهم وأحسن الملاهي في القاهرة. أول فيلم ظهرت فيه نجوى فؤاد كان شارع الحب، ورقصت قدام عبد الحليم على إنها من ضمن راقصات العلمة ثانية شخلع. وبعدها اشتركت في أكتر من 200 فيلم، سواء بالرقص بس أو بالرقص والتمثيل. نجوى فؤاد أدخلت على الرقص الشرقي مفهوم الرقص الاستعراضي المسرحي، وكانت بترقص مع فرقتها المكونة من عدة راقصين وراقصات في تابلوهات على المسرح. نجوى فؤاد فنانة احترمت فنها واحترمت الرقص، وحصلت بفنها على عدة جوائز، وكانت دايما عاوزة تثبت إن الرقص فن راقي.